رحت اجيبه من الفرن، لقيت الفران بره بتبيع الكيلو ب100 جنيه. معقولة ده الكيلو ب100 جنيه؟ لقيت الكيلو ب100 جنيه، اتصدمت صدمة عمري. طب وعلى ايه؟ طب ما اعمله انا في البيت. وعملته في البيت بمكونات كلفتني 30 جنيه بس. 30 جنيه. عملت النهاردة الكوكيز بطريقة حلوة قوي، واشكال جميلة وزيه زي الافران، وكان تحفة جدا. كان مقرمش وزي العسل. طلع نسمي الله ونصلي على الحبيب على افضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك، ولأول مرة اشوف قناتي انا اسمي سما عمر. ويا ريت تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك، لايك ومتابعة على الصفحة، وكمان تعملوا لي اشتراك في القناة. اول حاجة معايا هنا جبت بولة فاضية، حطيت فيها نص كوباية من السكر البودرة، نص كوباية من السمنة او الزبدة. طبعا جو برد زي ما انتوا عارفين، فالسمنة والزبدة بتبقى ماسكة متماسكة كده، ما تبقاش سايحة. فانا كده كده مش عايزاها سايحة، انا عايزاها متماسكة. يعني مش هسيحها، هجيبها من العلبة سواء زبدة او سمنة. نص كيلو، نص كوباية سمنة، نص كوباية سكر بودرة. هقلبها كويس جدا بالمضرب، كله بالمضرب اليدوي. طريقة سهلة، اسهل الطرق للكوكيز، تحفة جدا. مش هتاخد معاكي لا مقادير ولا وقت ولا اي حاجة. هدنا نقلب فيها كده لحد ما تتحول تبقى كريمي معانا، زي ما انتوا شايفين كده. تمام. قعدت اقلب فيها شوية كده حوالي 3 دقايق، لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هستعمل بيضة واحدة، هحط بيضاية واحدة. طبعا ادم حطيت بيضة يبقى لازم نحط فانيليا عشان الزفارة. كيس واحد كده من الفانيليا، او فانيليا بودر، او السايلة، اي حاجة الفانيليا الموجودة عندك. تمام. جبت بيضة، هضن برضو اقلبها كده لحد ما البيضة دي تختفي واللون يفتح، تبقى كريمي، والخليط ده لونه يفتح شوية. تمام. هدانا برضو اقلب، شايفين لونها بدأ يفتح معانا وبقت كريمي معانا. تمام. مفيش اسهل من كده لعمايل الكوكيز. يعني ازاي انت تلاقي الكيلو 100 جنيه في الفرن، هو اساسا مش مكلف بالطريقة دي. كمان حطيت معلقة كبيرة من النشا. النشا دي هتخليها مقرمشة، وكمان في نفس الوقت بتخليها لما بتيجي تاكليها بتدوب في بقك دوب. معلش شوية كده من النشا وانا بقلب وقعوا على الرخام. تمام. حطيت كوباية ونص من الدقيق، هستعمل كوباية ونص من الدقيق على الخلطة دي. تمام. هدنا نقلب بقى، طبعا مش هنحتاج المضرب اليدوي، هنحتاج بقى ايدينا. هحط معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، هي معلقة صغيرة واحدة مليانة من البيكنج باودر. تمام. هقلب كده. الأحسن إن أنا هستعمل إيديا علشان أحس بملمس العجينة، وأحس إن هي مظبوطة معايا. إيديكي هي اللي هتحس بملمس العجينة وتعرف إن هي مظبوطة ولا لأ. فأنا هستعمل إيديا أفضل من المعلقة. شايفين؟ مش هتحتاج أي حاجة. هذا نقلبها كده شوية لحد الدقيق ده ما يختلط معانا كله بالطريقة دي. بقلبها كده حوالي من دقيقتين ل3 دقايق، لحد ما الاقي كل الدقيق ده اختفى، وبقت القوام بتاعنا ممتاز جدا. مش هيحتاج اي حاجة. هقسم العجينة بقى بتاعتي ديت نصين، احاول اقسمها نصين قد بعض، علشان نص هسيبه ابيض زي ما هو، والنص التاني هحط عليه معلقة واحدة من الكاكاو البودرة او الشوكولاتة البودر. تمام. علشان يبقى نصه بالشوكولاتة ونصه ابيض خالص بالشكل ده. ادي النص اللي انا هحمله بالشوكولاتة البودر، هي معلقة واحدة كفاية. هنقلبها كده ونخلط الشوكولاتة البودر في العجينة. تمام. بالشكل ده. العجينة التانية هسيبها زي ما هي، مش هتحتاج اي حاجة، القوام بتاعها مظبوط جدا. هاخد بقى قطعة كده، احاول اعمل الحجم اللي انت عايزاه، عايزاه صغير جدا، عايزاه وسط، براحتك. الحجم اللي انت عايزاه. عندي هنا شوكولاتة شيبس، اللي هي شوكولاتة الشيبس ده. وهنعملها زي ما بنشتريها من المحلات او الفرن بالظبط، بالشكل ده. باخد حتة العجينة وبضغط عليها بالشوكولاتة شيبس ده، وهي بتلزق معاها. تبقى مفيش اسهل من الطريقة دي. شايفين؟ ايه رأيكم؟ تحفة جدا بجد. انا عملتها، كنت اول مرة اعملها اساسا واجربها. ومن ساعة ما عملتها كل اللي كلها شكر فيها جدا جدا. وحبوها وكانوا عايزين منها تاني، لان كنت عاملة كمية بسيطة جدا، فقلت اجربها.
فلما لقيتها كويسة جدا كان الكل عايز منها، بجد تحفة جدا، جربوها مفيش اسهل من كده. شايفين؟ اعمل بقى كل الكمية الابيض ده بالطريقة دي. نيجي بقى على العجينة اللي هي بالشوكولاتة، هنعملها بنفس النظام برضو، ناخد قطعة كده وهحطها برضو، اضغطها على الشوكولات شيبس هيلزق في العجينة بالشكل ده. برضو كل كمية العجينة دي برضو هعملها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا مسخنة فرن البوتاجاز، هحطها على درجة حرارة متوسطة، ما تكونش عالية ولا هادية، درجة حرارة متوسطة. مش هتاخد معانا يعني، مش هتكمل حتى تلت ساعة، تلت ساعة وهتكون ده كل ده استوى معانا بالطريقة دي. ايه رأيكم؟ ايه الجمال ده والحلويات دي؟ بذمتكم ازاي بتاعت الفران بالظبط؟ ولا الطعم تحفة جدا، مقرمشة وفي نفس الوقت ما بتيجي تاكليها بتدوب في بقك، ازاي ما تعرفيش؟ تحفة جدا بجد بجد، جربوها هتعجبكم. وكل الأولاد اللي بيحبوها وعايزين يشتروها من بره، ما عدتيش هتشتريها من بره تاني. الكيلو ب100 جنيه يا جماعة. طب وعلى ايه ده؟ انت تعملها في البيت مش هتكلفك حاجة خالص. متنسوش بقى لايك والاشتراك في القناة. سلام عليكم.